لسه ما بدأش يعني هتلحق بإذن الله. خلاص ماشي ماشي ماشي. الحمد لله رب العالمين القائل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم. رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سبحانك ربي سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. أرسلت بالتوراة موسى هاديا وابن البتول يعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فساق الحديث ولا التنزيل. والصلاة والسلام على الحبيب
النذير صلوات ربي وتسليمه عليك يا سيدي يا رسول الله. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا، وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يطير إن غضب الأنام. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دوام. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب المبارك، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه البلدة الطيب أهلها، حيث جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من صاحب الأدب والوجه في كل مكان، الأستاذ حسن مصباح أبو سلامة، وذلك في تكريم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمد صابر عبد المحسن السعيد، ووالد الأستاذ صابر محمد صابر، والأستاذ رضا محمد صابر، وابن خالة الأستاذ سامي بقري، ونسيب الأستاذ محمد مرزوق شتاء، والأستاذ السيد مرزوق شتاء، والأستاذ إبراهيم مرزوق شتاء، ابن خالة الأستاذ تامر محمد الزهري، والأستاذ رضا محمد الزهري، والذي عاش في معية الله تبارك وتعالى إلى أن فاضت الروح إلى باريها. أسأل ربي جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة، إنك على ما تشاء قدير. أيها الأحبة الكرام، كان نبي الله سليمان بن داود عليه السلام يمر في موكبه، والطير تضربه والإنس عن يمينه والجن عن شماله، فينظر إليه عابد من بني إسرائيل فيقول ليتني أوتيت مثل ما أوتي ابن داود. فيسمعه نبي الله سليمان فيقول لتسبيحة واحدة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود، فإن مما أعطي ابن داود يفنى والتسبيحة تبقى. أيها الأحبة الكرام، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، غير مستفتح لكل شيء. القرآن الكريم فما أجمل أن يجتمع الكمال مع الجمال، فالكمال كمال القرآن والجمال جمال الخالق. مع ذلكم العلم القرآني صاحب الصوت الحسن والأداء المتميز، سفير من سفراء القرآن الكريم لدى العالمين الإسلامي والعربي، مثل مصر في كثير من الدول العربية والإسلامية، والعائد من دولة باكستان بعد احتفالات عديدة مع القارئ المكان فضيلة القارئ الشهير محمد حسن الزهري، قارئ الهيئة الوطنية للإعلام والتلفزيون المصري، والمقيم ببلد العز بمركز ومدينة المنصورة. أدعو الله أن يفتح عليه فتوح العارفين، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. سلم يا رب سلم. وما للظالمين من أنصار. ربنا
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولله ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الذين يذكرون الله لا إله إلا الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سلم يا رب سلم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. سلم يا رب سلم. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا رب وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العظيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الشمع الطيب المبارك استمعنا واستمتعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الزهري قارئ الهيئة الوطنية للإعلام والتلفزيون المصري كبير من سفراء القرآن الكريم لدى العالمين الإسلامي والعربي والمقيم بملك العز بمركز ومدينة المنصورة. نقلت هذه التلاوة على الهندسة الصوتية العالمية وأحدث تقنية في عالم الصوتيات ومخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة والإضاءة والإنارة الذهبية والخدمات الفندقية المتميزة. تطلب جميعا تحت ظل المهندس مدحت أبو محمود ولده المهندس محمود أبو مدحت المقيم بسكن بمركز ومدينة المنصورة. شكرا لمصورنا هذه الليلة المهندس رضا خالد المقيم بمدينة المنصورة. جئنا إلى هنا بدعوة كريمة صاحب الأدب والوجه في كل مكان الأستاذ حسن مصباح أبو سلامة. تتقدم العائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء وشارك في تقديم واجب العزاء. شكر الله عزاءكم جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.